العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. تطوير مستشفى تسناي بالمعدات الطبية. توسيع خدمات الهاتف النقال في أقليم عنسبة. تنمية البساتين في عدي بربره. جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس وسط التفاؤل الأممي بحل الأزمة. أرمينيا وأذربيجان توقعان اتفاق وقف لإطلاق النار في إقليم ناغورني قرهباك. وترامب يعلن إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. أهلا بكم. قال المدير الطبي لمستشفى تسنية الدكتور قدي جبرولد إن المستشفى يقدم خدمات مرضية لسد حاجته من المعدات الطبية الحديثة. وأوضح بأن المرضى كانوا يتوجهون إلى أسمرة لإجراء فحوصات الأمراض الباطنية، وأن إدخال المعدات الطبية الحديثة مكن السكان من الحصول على الخدمات عن قرب. وأشار إلى انخفاض الأمراض المعدية نتيجة جهود المواطنين والكادر الصحي وتسيير أنشطة هادفة للسيطرة على الأمراض غير المعدية. وذكر انخفاض وفيات الملاريا إلى أدنى مستوى لتنامي الوعي الصحي وتقوية أعمال المكافحة. من جانبه أوضح الدكتور هابتا ميكائيل مولجيتا تسيير أنشطة مقدرة لرعاية الأموم والطفولة، مشيرا إلى أن معدات العناية بالأطفال الخدج أسهمت كثيرا في عملهم وخفض الوفيات. وذكر فني التحاليل الطبية السيد ساميئيل ولد مريم أن المعدات التي تم إدخالها في مستشفى تشمل فحوصات الأمراض الباطنية وتحاليل الدم والسل الرئوي والقلب ورعاية الأطفال حديثي الولادة. في إطار جهود توسيع خدمات الهاتف النقال وحل إشكالية صعوبة التضاريس في أقليم عنسبة، أدخلت خدمة الهاتف النقال في أكثر من 10 قرى بضواحي بوغو وإنجناق وغلاس بمديرية حقات. وأفاد مراسل إيرنا أن خدمات الهاتف بدأت في هذه القرى منذ شهر أكتوبر الماضي. وأوضح السكان أن قراهم توجد في أودية محاطة بالجبال ويصعب إيصال خطوط الهاتف إليها، وكانوا يضطرون التوجه إلى كرن وحقاد للاتصال، معبرين عن الارتياح لإدخال خدمات الهاتف النقال إلى قراهم. وتبعد بقو الواقعة في مديرية حقات مسافة 19 كيلومتر إلى الشرق من مدينة حقات، ومسافة 6 كيلومتر إلى الغرب من مدينة كرن. أوضح المزارعون في قرية عدي بربري في مديرية على برعد أن أنشطتهم الزراعية المروية تشهد تطورا ملحوظا. وذكر أصحاب البساتين بأن بناء خزان صغير في منطقتهم عام 2019 ساعد لتنمية المياه الجوفية والتوسع في التنمية المروية وإنتاج الخضر والفاكهة. وقال مسؤول مكتب الزراعة في مديرية على برعد السيد نتر آب مبرحتو أن الخزان الذي شيد في منطقة أبيتاق أعاد الحياة للبساتين التي كانت تواجه الجفاف وغير الحياة المعيشية للمزارعين. وأشار إلى تقديم النصح والتوجيه المهني للمزارعين، داعيا لترشيد استهلاك المياه وإصلاح مساقط المياه. ويوجد في مديرية على برعد أكثر من 500 من أصحاب البساتين. قال مدير مديرية جنوب دانكاليا السيد برهاني مزقبي إن 86% من سكان المديرية يحصلون على مياه الشرب الصالحة. وأوضح أن جهود تقديم الخدمات للمواطنين عن قرب مكنت السكان من الحصول على خدمات المياه والصحة والتعليم وغيرها. وأشار إلى بدء الأطفال التعليم في عمر التعليم النظامي المحدد ومحو الآباء لأمنياتهم عبر برنامج تعليم الكبار، وأن المؤسسات الصحية الموجودة في 6 ضواحي تقدم خدمات جيدة.
وذكر الاهتمام الجاري لتوسيع وتطوير المؤسسات الخدمية القائمة وبناء الجديدة، وقد شيدت هذه السنة مدارس جديدة في ألالي وبيلول ووادي، ويجري العمل لتوسيع خدمات المياه والصحة. ودعا السيد برهاني المواطنين للعناية وتطوير المؤسسات الخدمية والاستفادة الجيدة منها. مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. في إطار عملية متعددة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية انطلاقة جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس بمشاركة 75 ممثلا عن الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، التي عبرت عن تفاؤلها بالوصول إلى توافقات حول خارطة طريق وانتخابات تنهي حوالي 10 سنوات من الفوضى في البلاد. اتفق المشاركون في ملتقى الحوار الليبي على إطلاق عمليات سياسية سميت المرحلة التمهيدية للحل الشامل، ونص الاتفاق على صون سيادة الدولة الليبية وتعهد أطراف النزاع بعدم ارتهان القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. وأشارت الوثيقة إلى أن المرحلة التمهيدية للحل الشامل تبدأ من منح الثقة للحكومة القادمة على أن لا تتجاوز 18 شهرا وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية. والشهر الماضي وقع طرف النزاع في ليبيا اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار بمفعول فوري مهد الطريق أمام استئناف تصدير الإنتاج النفطي الليبي، وشكل تقدما على خط إنهاء الألزمة السياسية المستمرة منذ سنوات. وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا لوقف شامل لإطلاق النار في إقليم ناغورني قرهباغ الانفصالي برعاية موسكو، وذلك بعد 6 أسابيع من المعارك الدامية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتفاق يقضي بأن يحتفظ طرف النزاع بالمواقع التي يسيطران عليها، ما يعني خسارة الانفصاليين الأرمن السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم. ويكرس هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ ليلة الاثنين الانتصارات العسكرية التي حققتها قوات باكو في الإقليم بدعم عسكري من ليبيا. وأتى تصريح الرئيس الروسي بعيد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الأرميني إنه وقع اتفاقا مؤلما مع كل من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في الإقليم المتنازع عليه. وأوضح الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف أن الاتفاق وقف إطلاق النار يرتدي أهمية تاريخية، مشيرا إلى أنه ينص على أن تسحب أرمينيا قواتها من الإقليم خلال مهلة زمنية قصيرة، وعلى أن تشارك روسيا وكذلك أيضا تركيا حليفة أذربيجان في تطبيق بنود الاتفاق. ووفقا لبوتين فإن بلاده بصدد أن نشر ما يقارب من 2000 جندي لحفظ السلام وضمان امتثال طرفي الاتفاقية لبنودها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الدفاع مارك إسبر على أن يخلفه مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر. والعلاقات بين ترامب وإسبر متوترة منذ اعترض وزير الدفاع علنا في يونيو الفائت على نشر الجيش لقمع التظاهرات المناهضة للعنصرية في أنحاء البلاد. ومنذ ذلك غاب إسبر عن الشاشات وتراجع نفوذه، ولم يعد يدلي بمقابلات مكتفيا بخطاب معد سلفا. وسيكون كريستوفر ميلر وزيرا بالوكالة حتى 20 من يناير 2021، وهو الخامس الذي يتولى وزارة الدفاع في عهد ترامب.
والأسبوع الماضي كشف مسؤولون أمريكيون أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يجهز حاليا خطاب استقالته قبل أن يقيله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية الجارية. والخبر الأخير في هذه النشرة: أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية جديدة على البضائع الأمريكية ب4 مليارات دولار على خلفية دعم واشنطن شركة بوينغ بشكل غير شرعي. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديز دومبروفسكيس أن قرار أصدرته منظمة التجارة العالمية في قضية بوينغ يسمح بفرض الرسوم ويتم العمل على ذلك. وأضاف أن هذا يعني أن الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تستهدف صادرات أمريكية من الطائرات وأجزاؤها ومجموعة من المنتجات الزراعية ستدخل حيز التنفيذ. وتسعى بروكسل لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للخروج من دوامة العقوبات. وعقد وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي اجتماعا الاثنين لمناقشة خصوصا العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بحسب فرانس بريس. انتهت النشرة، إلى اللقاء.